ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه 6 اكتوبر وانتصارات 6 اكتوبر. احنا موجودين امام بانوراما حرب اكتوبر. بصوا بقى كل الاجواء دي النهارده. البانوراما المفروض ان هي مجانا وعاملين احتفالات، وطبعا دي كلها رحلات مدرسيه. يلا بينا ندخل بقى البانوراما ونشوف. بصوا بقى البانوراما النهارده فاتحه من 9 صباحا ل5 مساء. هنخش بقى ونشوف الاجواء جوه. دي رحلات مدرسيه طالعه معانا. طبعا زي ما انتم شايفين الاجواء حلوه قوي وجميله جدا. عاملين عروض جوه وندوات. طبعا جايبين رحلات كتيره علشان يعرفوهم معلومات يعني عن الحرب وكده. بالنسبه للمأكولات والمشروبات، دي كافيتيريا هنا فيها مأكولات ومشروبات. بالنسبة بقى لأسعار التذاكر، دي كانت الأسعار 40 جنيه الفترة الصباحية و50 جنيه الفترة المسائية. وطبعا العسكري زي ما احنا شايفين ب20 جنيه الفترة الصباحية والفترة المسائية 25. غير المصريين كان ب150 جنيه الفترة الصباحية والفترة المسائية 170 طبعا. والمحكي كان التذكرة ب50 جنيه. وعايزة اقول لكم ان دي كانت الأجواء. احنا هنا كنا واقفين من الساعة 10 صباحا لحد عايزه اقول لكم لحد الساعه 12 او 1. الشباك مش عايز يفتح. طبعا اعداد مهوله. كل ده جايين بقى علشان نفرج الولاد ونعرفهم حرب اكتوبر يعني والانتصارات بقى. وهنخش جوه ده نشوف الاجواء. عايزه اقول لكم انا وقفت كتير جدا جدا فوق الوصف يعني. ودخلت بعد 3 ساعات بالعدد. البانوراما موجوده فين؟ طيب عنوانها فين؟ عنوانها مدينه نصر، شارع صلاح سالم، بجوار مركز البولينج ودار المدرعات. وكمان هنلاقي نادي بانوراما او نادي بانوراما حرب اكتوبر موجود برضو. النادي سعر تذكرة الدخول هي 25 جنيه. النادي كويس جدا موجود جنب البانوراما. دي الانشطة الجميلة اللي احنا لو رحنا البانوراما نقدر نستفيد بيها. كان في طابور للسيدات وطابور للرجالة، وللأسف مفيش حد كان متعاون خالص اطلاقا مطلقا. طولي تذكرة واحدة. لا انا كنت جاية فاكرة ان البانوراما مجانا، طلعت لا بتذكرة يعني. في الايام اللي هي الجميلة اللي هي بتبقى فيها زي اليوم العالمي للمتاحف او انتصارات 6 اكتوبر، بيبقى المفروض ان الاماكن الاثرية بتبقى مفتوحة مجانا للزوار. وشاركت معاكم قبل كده التجربة، بس النهاردة لقينا ان هو بتذكرة. كنا رايحين متحف القوات الجوية. فطبعا قلت اشارك معاكم البانوراما الاول ونشوف الاجواء عاملة ايه. ودخلنا بقى وعايزة اقول لكم بصوا مناظر بقى الاعلام والولاد كده فرحانة. وهنلاقيهم جوه هفرجكم مصورين على الدبابات. وكمان في هناك يعني مأكولات ومشروبات لو حابين تروحوا. البانوراما بتفتح فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية بتبقى من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 1، والفترة المسائية بتبقى من 1 لحد 5 مساء. الفرقة والفولكلور اللي كانوا عاملينه، وطبعا الاغاني والاحتفالات بمناسبة 6 اكتوبر. عايزه اقول لكم الاجواء كانت حلوه قوي. والاحتفال ده هم كانوا شغالين يعني 6 اكتوبر كان يوم الاحد، هم بقى كانوا عاملين الاحتفالات دي ومن يوم الجمعه. انا باجي دايما على طول استاد القاهره، فطبعا بشوفهم وبشوف الاحتفالات، ولقيتهم كانوا شغالين من يوم الجمعه. تعالوا بقى نسمعهم ونشوف. هما كانوا عاملين حفلتين من 10 صباحا لحد الساعه 1، وبعد كده وقفوا وابتدوا الحفله الساعه 6 مساء. كانت تجربه حلوه قوي وجميله ولذيذه، وانصحكم تروحوا وتودوا الولاد البانوراما. البانوراما مفتوحه على طول. قلت لكم موجوده في مدينه نصر، وكمان ممكن بعد البانوراما ما تخلص يعني لو لقيتوا الوقت كبير معاكم ممكن تودوهم الحديقه الدوليه، موجوده برضو جنب البانوراما في مدينه نصر. تعالوا نسمع الفرقه ونستمتع بيها، وهرجع لكم تاني وهكلمكم على اليوم كان عامل ازاي.
حافظ على النظام كيفك هواء صحيح عصلت كون مليح وراقب للأمام أمك عادل عينيك وحتسلم عليك وتقول بعد السلام خليك تدع لابوك يقولوا منين ابوك ويمصفوا الكلام وهي عبد الوعدون عقولك وانت غامر كل القضية ولسه دم خايف ما شربكش الطباخ عقولك وانت غامر كل القضية ولسه دم خايف ما شربكش الطباخ حسك عينك تنعجب يدك عن السلاح خليك يا عبد الوهاب يساعد الحساب يا ولدي ما عاد الا الماء تنفض الشركة واصل وينزاح الكلاب يا ولدي ما عاد الا الماء تنفض الشركة واصل وينزاح الكلاب ان كنت رواد ابوك اكتب لي طارقوك والاهل يبلغوك جميعا السلام وهي عبد الودود كيفك وكيف زمايلك حصل الطيبين طالب سند دايرك دم المتطوعين وبدك تطلعي ولادي عالمستشفى القديم عدمعي مريوها في العركة تكون حكيم ومحمدين موافق يتعلم المطافق ويقول لك شد عزمك ويقول لك العوافق ومن الضرايب والعيلة العيبة اللي رخصتهم والكلمة الرجال وآخر الكلام. ودخلنا بانوراما حرب اكتوبر بعد وقفه اكتر من 3 ساعات على شباك التذاكر. طبعا النهارده عايزه اقول لكم ان زحمه جدا وصورت معاكم الاجواء على الشباك عامله ايه وعاملين احتفالات بمناسبه حرب 6 اكتوبر يعني وانتصارات 6 اكتوبر. دي الاجواء من جوه. تعالوا بقى ندخل ونشوف العروض عامله ايه. طبعا اغاني وهنا لوحات بمناسبة انتصارات 6 اكتوبر جناح الازهر الشريف طبعا زي ما احنا شايفين كده. طبعا هنا صور تذكارية للرئيس الراحل محمد انور السادات والجيش زي ما احنا شايفين. عايزه اقول لكم ان النهارده اليوم خرافه جدا جدا يعني لو معاكم اطفال يا ريت كنتوا تنزلوا بيهم هنا. عايزه اقول لكم ان الجو زحمه شويه وهنقف كتير على شباك التذاكر بس حقيقي اليوم ممتع وجميل جدا. الاطفال بقى بتخش تشوف جوه ويحكوا لهم عن الانتصارات وهنشوف كمان قاعات العرض المكشوف وهنسوي على الدبابات وهناخد احلى صور. تعالوا بقى نكمل جولتنا كده ورحلتنا ونشوف ايه الاخبار جوه. طلاب الازهر الشريف طبعا ده مجسم لدبابه زي ما احنا شايفين كده والاغاني الوطنيه بقى في كل مكان. هنا بصوا بقى هنا هنبدأ نخش قاعة العرض المكشوف وهنشوف بقى فيها كل انواع الدبابات والاسلحة وكل الحاجات اللي موجودة والاجهزة المستخدمة في حرب 6 اكتوبر. دي هنا ادارة الاسلحة والذخيرة اللي موجودة. طبعا في لوح ارشادية كتير جدا بتعرفنا والمعلومات وكمان صور الشهداء بتاعت حرب اكتوبر ربنا يرحمهم.
وعايزه اقول لكم ان البانوراما بقى كمان كانوا متعاونين ولطاف جدا، طبعا برعاية القوات المسلحة والجيش، فكانوا متعاونين وكانوا بيخلوا الولاد يتصوروا على الدبابات. وكمان كان في النضارة اللي هي التلسكوب، على فكرة كان في ضابط جيش خلى الولاد كلهم يتفرجوا بيها ويتصوروا وعادي جدا، ما كانش ممنوع اللمس ولا اي حاجة. حقيقي كانت معاملتهم لطيفة جدا وذوق جدا. بالنسبة لو رايحين في يوم عادي بقى احنا مش هنلاقي الزحام دي كلها. لو رايحين يوم جمعة في مصلى طبعا للسيدات، ولو رايحين يوم عادي برضو الجامع مفتوح. دي حبيت اقول لكم بيسمح بدخول المأكولات والمشروبات عشان لو رايحين معاكم ولاد. ده هنا الهون 160 مليمتر. زي ما قلت لكم ان كل جهاز ده القاذف به 12 به 10 عفوا. طبعا موجود زي ما احنا شايفين اسم الجهاز ونوعه وعدد الأسلحة المستخدمة، طبعا معلومات كتيرة جدا. فلو هنودي الولاد علشان تستفيد يا ريت تبقى لو رحلة مدرسية نروح البانوراما. لو انت جاي زيارة لمصر خلي البانوراما في جدولك من ضمن الزيارات. يعني مصر هو قصر عابدين ومتحف القوات الجوية وخان الخليلي وبرج القاهرة وأهرامات الجيزة. طبعا كل دي أماكن الزوار أو أماكن سياحية لازم نزورها لما نيجي مصر. هنا العربة دي الوحيدة اللي كانت للأسف معلهاش أي لوحة ولا أي معلومة، فكان طبعا زي ما انتم شايفين الولاد عمالة تتنطط عليها وتتصور. طيب بالنسبة المأكولات والمشروبات ايه اللي موجودة؟ كان موجود اندومي مثلا وعصاير وكيكات وحاجات من دي، يعني اللي هي السنيكس للولاد. ده طبعا الكافيتيريا دي جوه البانوراما على طول. وطبعا كان في واحدة تانية امام البانوراما. البانوراما من الاماكن الجميلة جدا والحلوة قوي اللي انا كنت دايما اجي عند الاستاد وكان نفسي ادخلها، بس للاسف الفرصة ما اتاحتش. بس اتاحت ليا الفرصة يوم 6 اكتوبر ودخلت وهشارك معاكم الفيديو الجميل ده. كانوا مقسمين بقى قاعة العرض المكشوف دي للقاعة الأسلحة والذخيرة والدبابات والأجهزة المستخدمة. طبعا أجهزة الإرسال زي ما احنا شايفين، جهاز التطهير الأمريكي، وطبعا كان الجيش طبعا البحري. وطبعا كانوا مقسمين ومنظمين جدا جدا جدا، وعندك المعلومات كلها وعندك صور الشهداء، ولازم تروحوا وتاخدوا الولاد وتفرجوهم على بانوراما حرب اكتوبر. احنا للأسف ما دخلتش معاكم القاعات اللي هي بتاعت العرض لان كان زحمه جدا جدا، وكانوا بيدخلوا اعداد معينه والباب يقفل وبعد كده بعد ما العرض يخلص يخش اعداد تاني. فاليوم حقيقي كان زحمه جدا. فلو انتوا ملحقتوش بقى تروحوا ونفسكم تروحوا، فعندكم طول ايام الاسبوع البانوراما مفتوحه بتستقبل الزوار فترتين من 9 صباحا لواحدة، ومن واحدة الظهر لحد 5 مساء. طيب القاعات بقى في 5 قاعات: القاعة البانورامية وقاعة العبور وقاعة العرض المكشوف والاستقبال بهو الاستقبال يعني. حقيقي الفسحه كانت جميله جدا جدا. مش عايزه اقول لكم بقى قد ايه الجروبات اللي كانت خارجه والرحلات المدرسيه والعروض. هنا كانت الفرقه دي كانت طالعه بره. هسمعكم طبعا هم كانوا بيعملوا ايه. عايزه اقول لكم بصوا قد ايه المنظر بره زحمه جدا. وطبعا الفرقه الاستعراضيه اللي شفناها مع بعضينا طلعت بره على الطريق علشان تعمل فلكلور يعني ومهرجانات، او تعمل يعني ايه روح بمناسبه اليوم الوطني.
النهارده يوم مش عادي، النهارده يوم تاريخي، النهارده يوم جميل بمناسبة ذكرى 6 اكتوبر. تعالوا ندخل بقى ونشوف قاعات العرض فيها ايه. تعالوا ندخل هنا مع بعضينا ونشوف بقى المجسمات. ده مجسم لطيارة، وطبعا هنا بصوا ده بيقول لكم جهاز استقبال ار 250، وده جهاز استقبال غيره ار 376. طبعا زي ما احنا شايفين النهارده قلت لكم اليوم احتفالات 6 اكتوبر طبعا، والبانوراما مفتوحه كلها والمجسمات والطيارات. كان كل الطيارات دي موجوده بره في المكان اللي فيه الحفله يعني، بس دخلوها جوه علشان المكان اللي بره يبقى فيه حفلات وكده. هنا اللواء ابراهيم مصطفى عبد الفتاح او المدير للحرب الالكترونيه. دي طبعا اجهزه استقبال تانية. وده اللواء هيثم عارف محمد زكي. طبعا مش عايزه اقول لكم بقى قد ايه بياخدوا صور تذكاريه يعني، وفي بعض الاماكن موجود لوح باسماء الشهداء. شايفين ده بيقولك الصاروخ سام 2 ديفيدا، بيقولك النوع متوسط المدى، وجهة الصنع روسيا، وتاريخ الدخول كان 1962. طبعا دي لوحة كبيرة بيقولك تجسيد الأعمال المدفعية في حرب 73. وهنا أسماء الشهداء، وهنا قادة المدفعية في حرب أكتوبر. ده صاروخ مولتيكا. ايوه هنا بيقول لكم بقى ايه ده القذاف التو المحمل على عربة الهمر زي ما انتم شايفين. ده القاذف الصاروخي الميلروز. رحلات كتيرة وجروبات كتيرة، واليوم النهاردة زحمة جدا، بس عايزة اقول لكم ان هو يوم ممتع، يوم فري، يوم جميل جدا. هنا النضارات بقى، دي نضارة ميدان ونضارة حاسبة ونوموجروف. تعالوا اقف هنا الازاز بس اسهل اللي وراه. تعالى الناحية. وانا كمان البسها النضاره دي. شايف ايه؟ شايف ايه؟ مش شايف حاجه؟ تاخد نضارتي؟ شوف بصوا بقى الولاد على الدبابات، بصوا الولاد على الدبابات. يوم فري، يوم فري خالص. اطلعوا يا ولاد على الدبابات بتاعت اجدادكم وتصوروا والعبوا. بصوا اللي بيلعب في الكاوتش، بصوا اللي بيلعب في الكوتش بتاع الدبابه اهو مشي. طب بصوا الدبابه الصغيره دي. خلونا نكمل مع بعض رحلتنا وجولتنا في البانوراما واوريكم قد ايه جميله، ونخش قاعات العرض. هنا ماكيت بيوضح دور المدفعيه اثناء التمهيد النيراني خلال الحرب. ده عبور القوات المسلحه للقناه، وده القوات المصريه غرب القناه. وهنا مركز ملاحظه المدفعيه.
دير كاتور ده بيفكرنا دلوقتي بايه؟ بالحمل بتاع التصوير ده، جهاز سرعة اتجاه الرياح. بصوا بقى الدبابات والناس عليهم قد ايه. طبعا كل الدبابات دي زي ما انتم شايفين بقى اللي كانت مستخدمة في حرب 6 اكتوبر ونصر اكتوبر العظيم. تعالوا بقى نخش كده ونشوف بقى اسماء كل دبابة وتاريخها وشكلها. بصوا للاسف مفيش اي لوحات ارشاديه يعني تقول لنا الدبابه دي نوعها ايه واسمها ايه وتاريخها، بس هما كلهم معمولين كده طبعا زي ما انتم شايفين بقى بيتصوروا عليهم. لو كنتم من عشاق التاريخ والآثار وحابين تروحوا أماكن أثرية وتفرجوا الولاد وتعرفوهم عن نصر أكتوبر، عندكم المتحف الحربي في القلعة وبانوراما حرب أكتوبر طبعا، والمتاحف زي ما انتم عارفين بقى، والمتاحف الأثرية كلها النهاردة كانت مجانا بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر. شوتي معاك اهو، مشارك معاك اهو، يدخلكوا طبعا بصوا شكل البانوراما بقى، شكلها عامل قد ايه جميل. التذكرة النهاردة ب40 جنيه وب50 جنيه، وطبعا المفروض ان هو كان يبقى فيه 3 عروض او 3 قاعات عرض، احنا لسه ما دخلناش شفنا اي قاعة فيهم. انا عشان اجيب البوس انا كمان يلا كده اللي بعدكم يطلعوا. المكان منظم جدا، مزين، مكان حلو قوي، عاملين البلالين اللي هي الكبيرة دي، وطبعا الاحتفالات شكلها حلو. وطبعا عايزه اقول لكم من القوات المسلحه منظمين كل حاجه يعني، وكمان المعامله لطيفه جدا وكويسه وجميله. والبانوراما كانت مفتوحه النهارده من 9 صباحا لحد 5 مساء. بصوا بقى البانوراما ليها بوابتين، طبعا دي البوابه في شارع صلاح سالم اللي هي دي، بس البوابه الرئيسيه من عند استاد القاهره. طبعا دي صوره بقى للجنود وهم راكبين العباره، يعني هم بيعبروا. وقف على السلاح ده نط الله انا كده خالد ما رحناش. ايوه تعالى يا ناس. طبعا زي ما احنا شايفين جناح القوات البحريه، وده مجسم كبير لطياره هنروح له دلوقتي، وطبعا اغاني بقى الوطنيه شغاله في كل مكان. طبعا مش عايزه اقول لكم ان لو وصلتوا لغايه هنا لايك واشتراك وكومنت. دي بقى قاعه المدرعات، قاعه الاستقبال او قاعه العرض المكشوف، قاعه العرض المكشوف عفوا. كانوا مقسمينها بقى لقاعه المدرعات، قاعه البحريه، قاعه الطيران والاسلحه والذخيره طبعا اللي عثروا عليها من العدو. فعايزه اقول لكم ان هو كانوا منظمين جدا جدا، واليوم حقيقي كان جميل. فلو كنتوا ملحقتوش تودوا الولاد يعني، فانصحكم بقى تودوهم عندكم في مدينة نصر، المكان اللي احنا موجودين فيه ده التاريخي الجميل. بانوراما حرب اكتوبر بتحكي عن انتصارات حرب اكتوبر، وعن الحرب قامت ازاي، وعن الخطة.
طبعا القاعة والعرض غير الفيلم خالص او غير الافلام اللي بيعرضوها في التلفزيون. فحقيقي اليوم كان ممتع وكان جميل. من الحاجات كمان الجميلة هتلاقوها متحف القوات الجوية، ده برضو موجود في صلاح سالم في مصر الجديدة. كمان بقى لو كنتوا لسه مرحتوش او مخرجتوش الولاد، فانصحكم تخرجوهم وتفسحوهم وتعرفوهم طريق بلدهم، لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان المدرسة دلوقتي ما بقتش تعتمد يعني على الشرح وكده، فاحنا لازم نخرج الولاد ونعرفهم. وياريت تحتفلوا باليوم الجميل ده ذكرى انتصارات 6 اكتوبر وتخرجوهم، وبلاش قعدة البيت وتعتمدوا على الافلام اللي بتتعرض في التلفزيون. هنا كانت مجسمات لدبابات صغيرة، وكل دبابة عليها طبعا لوحة ارشادية بتعرفكم هي تاريخ صنعها وايه كان هدفها وكانت جاية ليه، وكل حاجة وكل معلومة عن الدبابة بتلاقوا طبعا لوح ارشادية كده بتعرفكم. احنا كان المفروض ندخل قاعات العرض اللي هي بتبقى مدة العرض 20 دقيقة. فطبعا للاسف من كتر الزحام الشديد انا معرفتش اصور او معرفتش ادخل، فصورت لكم على قد ما اقدر بقى الاحتفالات والجو كان عامل ايه. دي الطائرة 3 سبعات واحد او 7771. كانت اكبر طائرة موجودة، وطبعا في لوح ارشادية، وطبعا لو وقفت قدامكم اي معلومة بتسألوا. كان هناك عايزة اقول لكم ان العساكر قوات مسلحة وضباط جيش، واليوم كان خرافة جدا جدا جدا. قلت لكم البانوراما موجودة مدينة نصر صلاح سالم بجوار استاد القاهرة. اقرب محطة مترو هي ارض المعارض. ده هنا صاروخ جوجو كان مكتوب عليه، وهنا ده برضو نوع صاروخ تاني. ده القوات الجوية. طبعا ده تلفريك، هنا مجسم للعسكري او الجندي المجهول. وهنا طبعا مش عايزه اقول لكم قد ايه الولاد خدوا صور تذكاريه روعه ورائعه جدا على اي بقى طائره، على اي دبابه. ده كان مسموح عادي. دي القوات الجويه، شعبة القوات البحوث الجويه. ده مستودع صاروخ حر 57 ملم. وهنا برضو ده القوات الجويه، ده ايه مستودع صاروخ. فهتلاقوا كل بقى صاروخ وكل دبابة وكل مدرعة عليها المعلومات بتاعتها. كمان هنخش ده القوات البحرية اللي قلت لكم عليها من شوية. يبقى هنخش المدرعات والقوات البحرية والقوات الجوية، وهنستمتع باليوم. كان خرافة. فنصيحة مني لما يكون في يوم تاريخي او يوم المتاحف العالمي او يوم المتاحف والاثار، فطبعا لازم نودي الولاد ونفرحهم ونبسطهم وبلاش قعدة البيت. احنا خدنا اجازة كتير، كانت 4 ايام او 4 ايام متواصلين، فياريت كنا ننزل ونفرح الولاد. وعايزة اقول لكم ان الشوارع كلها كانت فيها احتفالات بنصر اكتوبر. كل سنه وانتم طيبين. ولو وصلتوا لغايه هنا لايك واشتراك وكومنت، وهسيبكم تستمتعوا بالجوله وتقولوا لي رايكم ايه، وتقولوا لي خرجتوا فين وتفسحتوا فين واتفرجتوا على افلام ايه يوم 6 اكتوبر. بصي بابا بيعمل لي كده. تعالوا مع ده. انا توه مع الشيخ. هتصورني مع ده. انا لوحدي. ايوه دي الخوذه اللي هو بيلبسها بيغطس في اعماق. ما دي اللي هو بيدخلها شوف يما الله يرحمه كان طيب. ياخد كلمه يسمع يحيى دي ما فيهاش هنا شايف الحاجات دي بس بنزين. انت صحي انت فتح اهو. بس شايف بقى دي الشارع حط عليها
هنا تعالى يا ياسر. خلاص صورت. تعال. اوعى ياسر ارجع لورا. الوطن ورايته أسماء جاهزون متأهبون وفي السماء يتسيدون. إنهم رجال الدفاع الكوني. حرام عليك يا شيخ، انا مش شايفه. تاريخ عريق ومسيرة حافلة بالبطولات لقادات سماء مصر. بصوا هنا بقى احنا خلاص هننهي جولتنا ورحلتنا، وعايزه اقول لكم بقى ان احنا فضلنا واقفين كتير جدا علشان ندخل قاعة العبور. طيب ونشوف الاحتفالات ونشوف بقى ايه الافلام اللي بتحكي عن تاريخ يعني الحرب او الفكرة او الخطة فحاولت اصور لكم على قد ما اقدر، وطبعا كنا هندخل فوقفنا كتير جدا 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 في الطابور، فللاسف ما عرفتش ادخل، فصورت لكم على قد ما اقدر الاحتفالات واليوم كان عامل ازاي والجو زي ما انتم شايفين كده. احنا واقفين فوق، وطبعا دي البوابه اللي قلت لكم عليها، دي اللي على الطريق بتاع صلاح سالم. احنا دخلنا من على البوابه الرئيسيه اللي جنب مركز البولينج على طول. وهنا بقى مضطرين نمشي ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبة احتفالات 6 اكتوبر. نلقاكم على خير ان شاء الله السنة الجاية، ويكون يوم تاريخي جميل، واستناكم وتنزلوا ونتصور مع بعضينا، وما تنسوش تقولوا لي رحتوا فين واحتفلتوا ولا لا. طبعا التحرير عايزة اقول لكم ان برضو كانوا عاملين احتفالات في كل شوارع انحاء الجمهورية يعني بمناسبة 6 اكتوبر. رحلة سعيدة وجولة سعيدة، وكل سنة وانتم طيبين. القاكم على خير.